ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. انا النهاردة والله ما كنتش هصور بصراحة، لان حصلت حاجة كده الصبح هحكي لكم عليها، هتشوفوها بقى معايا شوية كده في الفيديو. بس قلت يلا اصور معاكم وانا بعمل ايه الغدا يعني. انا عملت الرز اللي هو البسمتي، رز ابيض كده، علشان هعمل ايه بيكاتا. هعمل الفراخ دي كانت عندي متبلة، هعملها دي بيكاتا. وهعمل الفراخ، بقيه الفراخ فراخ بانيه. وعندي مكرونه من امبارح علشان اللي مش بيحب البيكات. تمام. وده ده عيش العدس بتاعي بقى، ده انا نقع عدس كده عشان اعمله. ده بقى ايه؟ مشروم. تمام. الدنيا يعني مش متظبطه قوي عندي، وهقول لكم دلوقتي لما نطلع بره ايه اللي حاصل يعني، او ايه اللي حصل. فايه، استنوا بس اجيب منديل كده. المشروم انا بمسحه كده بمنديل عادي، يعني مش لازم نغسله، ما بغسلوش، بمسحه بس كده بمنديل وخلاص. تمام. وبقطعه عادي خالص زي ما انتم شايفين كده. العيال عايزين ياكلوا بيكاتا بالمشروم، فايه، فقلت يلا نعمل بيكاتا النهارده، مع ان اصلا الواحد مزاجه زي الزفت. والله هتشوفوا اللي حاصل بره وما اطلع اوريكم. يعني الواحد بجد يعني طهقان. وانا بقى ايه، انا لسه مخلصه تنظيف الشقه وشايله كل السجاد وحطاه في البلكونه علشان اغسله. فيا دوبك خلصت تنظيف من هنا، واللي حصل حصل. انا مش عارفه يعني، انا منضفه اصلا يوم الخميس والنهارده السبت، فمش عارفه اروح فين واجي منين والله. يعني انا حقيقي مش عارفه اروح فين واجي منين، مش عارفه. انا بحب يا جماعه اللي هو المشروم ده اكتر، يعني اللي هو، وعلى فكره فوائده حلوه قوي، يعني حلو قوي لو تحطوه في الاكل. والبيكاتا مش ممنوعه في الدايت ولا حاجه يا جماعه. احنا بناخد الرز حاجه بسيطه جدا، والبيكاتا برضو بناخد قطعه فراخ. المشروم حلو جدا جدا في الدايت، يعني ما تقلقوش منه. وايه، ومثلا لو عملتيه على بيض يبقى تحفه اساسا، يعني فاهمين قصدي. لو حطيتيه مثلا على بيض مقلي الصبح يبقى حلو قوي. مش عارفه، حاسه ان انا عامله لكم ازعاج بالتقطيع اللي انا عماله اقطعه ده. بس كده اهو. والله بجد يعني انا مش عارفه هقول لكم دلوقتي لما تشوفوه هصوره لكم. بس نعمل الغدا الاول علشان العيال اصلا في الدروس. وايه، ما عادش فيه خلاص. دي اخر واحده خلاص. وعايزه اعمل لهم الغدا. فتعالوا بقى، انا اصلا عامله البيكاتا قبل كده في فيديو. تمام. بس هعملها ايه تاني. والله خدت لي فنجان قهوه دلوقتي كده علشان افوق واركز في اللي انا هعمله والله. تمام. وهنا مقطعه يا جماعه بصلايه صغيره، يعني عاملاها كده بشرتها بشر، مش مبشوره يعني، متقطعه حتت صغنطوطه قوي. وفصين توم بالظبط اهو. تمام. تعالوا بقى يلا معايا على البوتاجاز علشان نعمل كده البيكاتا واحده واحده. وطبعا معايا اللبن، ومعايا اللي هي ايه، معايا اللبن اهو. انا بحب لبن جهينه بصراحه. وكريمه الطهي، اهم حاجه كريمه الطهي اللي هي المراعي دي حلوه قوي. تمام. فتعالوا يلا بينا بقى. واهم حاجه في الوصفه دي الزبده. تعالوا يلا بينا بقى على البوتاجاز. بصوا بقى يا جماعه، انا جبت الطاسه بتاعتي اللي هعمل فيها البيكاتا. تمام. وزي ما قلت لكم انا خلاص مخلصه الرز اهو. احنا بنحب اللي هو الرز البسمتي ده ابيض عادي، جنبها رز ابيض عادي. تمام. زي كانك بتطبخي الرز الابيض اللي هو المصري العادي. تمام. وعندي هنا مكرونه اهو، ده كان اكل باقي من امبارح. عندي المكرونه دي اهو، مش بنرمي حاجه. تمام.
وعندي برضو لحمه باقيه من امبارح. المهم بقى اللي عايز ياكل بيكاتا ياكل، واللي عايز ياكل اكل من امبارح ياكل. وهعمل برضو فراخ بانيه للي حابب. اهم حاجه بقى معانا في الوصفه دي، وطبعا ما ننساش الدقيق برضو نجيبه، ده اهم حاجه. اهم حاجه معانا برضو ايه؟ الدقيق. طبعا مش بناخد كتير يعني، بس كأننا بنعمل كده يعني مكرونه بالبشاميل، لازم الصوص بتاعها يعني. تمام. ننشف بس الطاسه فيها ميه، وبعد كده هنزل بالزبده، وبعدين نشوح الفراخ ونطلعها، ونبدأ بقى نشتغل. تمام. خليكوا بقى ايه معايا خطوة بخطوة كده. وما تنسوش يا جماعة طول ما انتوا شغالين في اي حاجة تشربوا مية. شرب المية حلو قوي، وحلو قوي في التخسيس كمان. والحاجة بقى اللي هي حلوة قوي كمان، ان احنا بقى خلاص الجو بدأ يحرر واحنا داخلين على الصيف، فدي حاجة حلوة قوي ليكم، هتعجبكم ايه جدا. هي كده خلاص الطاسه نشفت. هننزل بقى ايه بالزبده كده، ننزل بمعلقتين كده حلوين. طيب اللي ما عندوش زبده استخدمي سمنه بلدي، مفيش اي مشكله خالص، عادي جدا. تمام. ننزل بس كده ايه بشويه كده حلوين. اهم حاجه خلي بالك ونوطي، علشان انا مش عايزه الزبده تتحرق اهو. احنا مش عايزين الزبده تتحرق. والله يا جماعه انا ما كنتش هصور، بس قلت اما اطلع معاكم يمكن افك شويه من اللي انا فيه واللي حاصل، لانه بصراحه موقف مش حلو، واول مره نتعرض له يعني، وحاجه مش لطيفه يعني. اللي حصل ده حاجه مش لطيفه خالص، فالواحد اتعصب على الصبح كده، ويعني ايه الواحد دمه فار على الصبح والله. ويا ريت مثلا اللي عملوا كده يعني مقدرين مثلا، لا هتشوفوا دلوقتي اللي حصل والله. اهم حاجه بعد ما ننزل بالفراخ كده بقى نبدا نعلي النار. تمام. علشان ايه انا بقى بعمل ايه يا جماعه؟ لما باجي اعمل البيكاتا بنقي الحتت التخينه، الحتت اللي هي ايه التخينه، وباخد الحتت الرفيعه للبانيه، علشان العيال عندي منقسمين، في اللي بيحب البيكاتا وفي اللي بيحب الفراخ البانيه. بس اللي بيحب بقى الفراخ البانيه بيحبها بقى ايه تكون اللي هي الحته الرفيعه يعني. انتوا اكيد عندكم الحاجات دي في البيت، اكيد عندكم من ده في البيت. هنحط حته زبده تاني، حاسه ان انا عايزه احط زبده كمان. هو الوصفه دي معتمده على الزبده. تمام اهو. كل ده دلوقتي كل الفراخ دي هتكش يعني، كل ده هتكش دلوقتي. تمام اهو. وما تقلقوش منها على فكره، في الدايت عادي، ما احنا مسموح لنا ان احنا ناكل البان، مفيش اي مشكله خالص، فعادي جدا لو اكلناها يعني. تمام اهو. بس هنشوحها بقى على الناحيتين، سيبها كده تاخد تشويحه حلوه ولون حلو، وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه. تمام. لما اجي بقى اقلبها على الناحيه التانيه هرجع لكم. بصوا بقى يا جماعه اهو، شايفين بقى الفراخ ايه؟ الفراخ خدت لون، هي خدت لون غامق شويه بس مش مشكله عادي، ده بيحليها يعني مش بيخليها وحشه ولا حاجه. هتاخد برضو على الناحيه التانيه، هتاخد على وش برضو على الناحيه التانيه، بس مش هسيبه بقى يغمق قوي كده. تمام. هي مش محروقه ولا حاجه، بصوا اهو هي حلوه قوي قوي كده، بس عشان الحتت بس تخينه فاتكيت عليها شويه. تمام. لو الحتت بقى بتاعتك رفيعه ما تتكيش عليها شويه، بس كل اللون ده هيروح لما احط بقى عليها باقي المكونات بقى، البصل والمشروم واللبن
والكريمه وكل الحاجات دي، كل ده هترجع تفتح تاني. تمام، فعشان كده غمقتها بس شويه. هتاخد بقى لون على الناحيه التانيه وهرجع لكم يا جماعه. كده خلاص، هي كده مش هديها لون اكتر من كده. دي الناحيه التانيه، انا مش هدي لون اكتر من كده. تمام، فهطلعها كلها هي بالمنظر ده، حلوه قوي قوي كده لونها. تمام، فهنطلعها اهي كلها اخدت اللون. الفراخ دي يا جماعه والله باقي عندي من رمضان، ده كان اخر كيس فراخ متبلاه. انا متبله الفراخ دي معاكم على فكره في فيديو، يعني الفراخ دي انا تبلتها ايه معاكم. تمام، هنركن الفراخ على جنب. هوطي بس كده العين شويه، ارفعها بس كده. هحاول اشيل بس بقايا الفراخ دي كده، انا مش عايزاها. هحط بقى ايه، هزود زبده. تمام، هي الزبده اصلا ساحت اهو، انا عايزاه بقى ازود زبده. انا بقول لكم العامل في يعني الزبده مهمه قوي. مفيش زبده ممكن بقى سمنه، لكن الزيت لا، مش هيدي نتيجه حلوه. يعني لو بتعملي مثلا بشاميل بزيت مش بيدي نتيجه حلوه زي اللي بيبقى بسمنه، فاهمين قصدي؟ بس هرجعه بقى ايه على النار كده. الزبده كده كويسه قوي، خلينا بس موطيه. تمام، اول حاجه هنزل بيها هي البصلايه اهو. بعد ما طلعنا الفراخ هنزود معلقه زبده وهننزل ببصلايه. على فكره الوصفه دي جميله جدا 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 وحلوه قوي قوي في الدايت. وخلوا بالكم ان اللبن والكريمه دي متوزعه على الكميه كلها، فما تقلقوش. تمام اهو. انا مش هسيب البصلايه تحمر، ده انا بس هديها ايه، يعني هديها كده اللي هو يعني اللي هي تشويحه ان ريحتها تطلع، فاهمين قصدي؟ اهو تاخد بس كده. هي اصلا خدت لون من اللي هو اللي بقى يعني مكان الفراخ. الاكله دي ما بتاخدش اي حاجه منك خالص اهو. تمام، نقلبها كده. مش عارفه ليه حاسه ان انا محتاجه كمان زبده، يعني حاسه ان الزبده قليله، بس مش هزود في المرحله دي دلوقتي، ممكن وانا بحط الدقيق. تمام اهو، نعلي بس كده شويه بس. خلاص انا شوحتها كده تشويحتين. هننزل بقى بفصين التوم، فصين توم بس اهو. هننزل بفصين التوم. اول ما ريحه التوم تطلع، اول ما ريحه التوم تطلع معاكي، مش عايزين حاجه تحمر اهو. معلش يا جماعه لو سامعين اي صوت تاني عشان مشغله الغساله. يعني لو وريتكم الحوسه اللي انا فيها، هدوم قد كده وكمان اللي حصل بره، فيعني ايه حاجه بصراحه. قلت طب اصور يمكن اطلع من اللي انا فيه ده. تمام كده ريحه الثوم طلعت معايا. هنعمل ايه بقى، هننزل بالمشروم اللي احنا قطعناه شرايح اهو. وعشان كده انا مش يعني ايه مش مزوده في الفراخ، والفراخ انا عارفه انها قطع صغيره شويه، بس المشروم من الحاجات الحلوه قوي، يعني كانك اكلتي بروتين بالظبط. بس فانا هقلب برضو المشروم كده معاهم اهو. لا انا كده هحتاج ان انا ازود زبده. تمام، انا بقول لكم اهو على كل حاجه بالظبط علشان مفيش اي مشكله لو جبنا ايه معلقتين زبده كده، لان حاسه ان الحاجه اكلت الزبده كده. شفتوا دي واحده صغنطوطه ونسينا نقطعها وننزلها. ما شفتهاش بصراحه لانها صغيره قوي. جبت الزبده اهو، هحط كده ايه مكعب اهو. هحط مكعب واشوف بقى هحتاج تاني ولا ايه. وطيت خالص خالص
لان المشروم يعني اول ما نزل انا ما شفتش الزبده اللي كانت في البتاع في الطاسه اهو. ما تسيح بقى اهو. انا سبت الزبده جنبي عشان لما اجي احط الدقيق برضو لو احتجت كمان هحط يعني، فاهمين قصدي. نعدي بس كده سنه. قولوا لي بقى يا جماعه، يعني الفيديوهات بتعجبكم ولا ايه؟ بتحبوها بقى اللي هي متنوعه، اكل مع تنظيف وروتين وحاجات من كده، ولا بتحبوها ازاي؟ ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو يا ريت تحطوا لي لايك، يعني فضلا وليس امرا طبعا، حطوا لي اللايك، هكون يعني شاكره لكم جدا جدا جدا. بتبسطوني والله بجد، ومش عارفه اشكركم ازاي بجد، واشكر كل المتابعين الجداد اللي دخلوا من كل البلاد العربيه. انا بجد مش عارفه اقول لكم ايه. شكرا جزيلا، وربنا يحميكم يا رب ويحفظكم يا رب، ويحفظ طبعا مصر واهلها، ويحمي كل الدول، دول الخليج يا رب. انا ليا اصحاب كتير اصلا في دول الخليج، في السعوديه في الرياض، وفي الامارات، وفي طبعا لينا اهل برضه في الكويت. فايه، ربنا يحفظ كل الناس اللي في الدول الخليج يا رب، ربنا يحفظهم. بس كده تمام. هنا خلاص انا كده المشروم بتاعي تمام قوي كده. اوسع بقى مكان كده عشان انزل بيه الدقيق، اوسع بقى مكان كده. بس انا يعني ايه، ممكن ازود حته زبده كمان، احط ايه حته الزبده دي كمان. معلش يا جماعه كنت بغسل ايدي وايه كده. ايوه ايوه، هو ده اللي انا عايزاه. نحط بقى كده دي. ده الحمد لله ان انا خدت بالي، دي طلعت نشا مش دي. الحمد لله ان انا خدت بالي، انها نشا مش دقيق، كانت هتبوظ لي الدنيا خالص. هنحط كده معلقتين دقيق، ممكن نحط كمان نص كده، حلو قوي. نقلب بقى كده الدقيق مع ايه، مع الزبده مع المشروم مع كله. ما تقلقوش، يعني هي لو عملت كده معاكم ما تقلقوش، كله هيبقى تمام. لو جمدت كده عادي يا جماعه، عادي جدا. اول ما ننزل باللبن كل ده هيبقى حلو قوي، هيبقى تمام التمام. هي بس عشان المشروم يعني، انا عاملاها اصلا في فيديو قبل كده بس ما حطيتش مشروم. ننزل بقى باللبن بتاعنا. نجيب بقى ازازه مليانه، واحده واحده كده اهو. بتكون واضحه ليكوا كده.
هو تقريبا كده انا كترت دقيق، كان المفروض يبقوا معلقه مثلا، معلقه دقيق كانت تبقى حلوه قوي، او معلقتين كمان يعني. لا معلقه كويس، كانت تبقى كويسه يعني. بس اوكي عادي مفيش مشكله، هنفكها باللبن عادي اهو، هتفك واحده واحده معاكم. مش هننزل بالكريمه دلوقتي خالص الا لما نفكها باللبن اهو. اهم حاجه اللبن يبقى ساقع يعني، مش ساقع، سخن، ما تكونش العلبه جايه من التلاجة، هي عشان العلبه عندي كانت بره فتمام قوي. نفكها واحده واحده كده. المشكله ان المشروم لها كل حاجه جواه يعني، سواء بقى الدقيق سواء الزبده، انا مش عارفه بصراحه. لو المشروم بيبقى انواع قولولي يعني، بس انا بحب ده، مش بحب المعلب بصراحه يعني، بحب ده اكتر اهو يا جماعه كده. بصوا انا هروح بقى افكها، ويعني ايه افكها اكتر من كده عشان مش عايزه اطول عليكم في الفيديو والله. تمام. ممكن ازود لبن بقى تاني، ولا خليني معاكم اهو خطوه بخطوه اهو. خلوا بالكم افتكروا احنا ما حطيناش الملح. الملح بقى هدوق انا دلوقتي كده، هو ما اتحطش خالص، انا هحط ملح وادوق واشوف قبل ما احط ايه الفراخ بتاعتي، لان خلاص كده يعني بعد دي المرحله اللي بعد دي ان انا هنزل ايه الفراخ. هو الصوص غامق شويه بس ما فيش مشكله، علشان الفراخ اتحمرت في الاول شويه يعني، المفروض ما كانتش تتحمر كده، بس ما فيش مشكله، عادي جدا عادي جدا، ده هيخليها حلوه برضو اهو. كده فكت معانا اهو، يعني انت بتعايرها بقى باللبن بتاعك. تمام. فلو حابه بقى ان انت ما تحطيش يعني حطي معلقه دقيق حلوه قوي. هي سرحت مني مش عارفه ليه، المفروض انا بحط اصلا معلقه، بس مش عارفه انا ايه اللي خلاني احط معلقتين يعني. دي خلاص الكريمه اهي بتاعتي، الكريمه اللباني هنزل بقى بيها كده. هم اصلا كانوا شويه صغيرين في العلبه يعني، ما تحطيش العلبه كلها اهو. تمام. نقلب برضو الاول قبل ما نحط الملح، ما ننساش الملح يا جماعه. الكريمه برضو لما اتحطت فتحت من لون الصوص شويه زي ما انتم شايفين كده. دي احلى حاجه فيها بقى ان هي رجعت فتحت لنا الصوص شويه. بس ما تقلقوش والله، هي عادي جدا، هو كل اللي حصل عشان الفراخ اغمقت شويه اهو، مفيش مشكله. كده بقى نجيب الملح بتاعنا، كل حاجه كده مظبوطه فيها، نملحها اهو، نملح وندوق، نحط كده الملح وندوق الدنيا عامله ايه. ولو لقيتيها جمدت معاكي وانتوا لسه ما اتغديتوش مثلا، فكيها بشويه لبن عادي جدا ودوقي الملح. يعني لو هتزودي لبن، لو انت مثلا هتركنيها شويه لحد ما تيجوا تتغدوا وتلاقيها مسكت معاكوا، مفيش اي مشكله خالص، زودي لبن هتلاقيها فكت في ثواني ماشي مع التسخين طبعا. و دوقي الملح تمام، لانك زودتي لبن فدوقي ايه الملح. انا هقلب بس كده كويس اهو، وبعدين ندوق بقى. كده بقى ندوق الجمال ده. اقول لكم بالامانه والله الصوص طعمه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحفه، وحياه ربنا تحفه. والملح بسم الله ما شاء الله كده مظبوط، روعه الروعه يعني كده. اللهم صل على النبي، والله كأن ايدي معيار يعني، شويه الملح اللي حطيتهم دول كأن ايدي معيار. والصوص طعمه خطير 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 مع الرز الابيض ده بقى. تعالوا بصوا لي بقى الرز كده،
مع شويه بقى الرز ده، يا لهوي يا لهوي عليك، مع طبق السلطه بتاعك، وكلي بقى واستمتعي وادعي لي. والله ادعي لي، ادعوا لي بقى كده على الجمال ده. دلوقتي الخطوه بتاعتنا الاخيره ايه؟ احنا ملحنا خلاص، وما تنسوش تملحوا قبل ما تحطوا الفراخ عشان مش هتعرفوا تقلبوها. لو حطيتوا الفراخ مش هتعرفوا تقلبوها، يعني هتعكم شويه. تمام اهو. وانا لو احتاجت مني ان انا ازود لبن هزودها عادي خالص، بس طبعا تبقى مشكله بقى لما تيجي تقلبي يعني. بس عادي 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 جدا، مفيش اي مشكله خالص، ولا نصعبوا الدنيا على نفسنا. هنرجع الفراخ ونسيبها تغلي غلوتين، وتبقى كده البكاته معانا خلصت، وهناكل احلى بكاته بالمشروم. وادعولي، ادعولي بقى كده في التعليقات دعوه حلوه. بجد والله اسهل طريقه واسرع اكله لو انت راجعه من شغلك كده مستعجله، والله العظيم ما هتاخد منك وقت. اهم حاجه طبعا في ناس بتعملها الفراخ مش بتبقى متبله، بس انا ما بعرفش احط فراخ في الفريزر الا ولازم تكون متبله، وصدقوني تفرق في طعم الحاجه جدا 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 يعني والله بجد عن تجربه. نسيبها بقى تغلي كده شويه، تاخد غلوتين كده، عن تجربه بتفرق في طعم الحاجه ان شاء الله. لو هي مسكت معايا ان شاء الله ما تمسكش جامد. تمام. وزي ما بقول لكم كده، لو مسكت معايا شويه لبن، لو حتى هتقلبي فيهم الملح وانزلي بيهم عليها، هتلاقيها بقت روعه الروعه معاكي اهو. هنسيبها بقى تغلي غلوتين، وكده البكاته بتاعتي خلصت. طبعا احنا مش هنتغدى دلوقتي يا جماعه، فانا هسيبها شويه. لو مسكت معايا وجيت ازودها لبن هصورها معاكم برضو عشان تبقوا ايه، كل حاجه معاكم على الطبيعه يعني. كده انا هغطيها اهو تغلي الغلوتين وكده تمام قوي. ليه؟ لان انا اصلا كنت متبله الفراخ، فمجرد ما اتشوحت يمين شمال هي اصلا استوت، يا دوبك بس تغلي غلوتين كده مع الصوص والمشروم ويبقوا تمام قوي. بس هي بدأت تغلي اهو، هسيبها بقى تغلي كده مع نفسها. وتعالوا بقى اوريكم اللي حصل فيا بجد، عشان انا مش عارفه يعني. انا منضفه يوم الخميس ومسحه الشقه كلها امبارح، لاني شايله السجاد وهغسله ان شاء الله، هغسله معاكم باذن الله. فاللي حصل ده يعني لا على البال ولا على الخاطر والله بجد. تعالوا بقى شوفوا معايا. بصوا بقى يا جماعه بتغلي اهي زي ما انتم شايفين كده. انا هطفي كده عليها كده، حلو قوي وكده تمام جدا. بس بصوا بقى يا جماعه، انا عندي كميه غسيل ما تتخضوش والله ما تتخضوا والله كميه غسيل لا حول لها ولا يعني ولا قوه بجد. ده غير بقى اللي في الغساله، هي لسه مخلصه حالا فهطلع انشرهم، بس مش دي الكارثه، مش دي الكارثه. تعالوا بقى معايا كده نشوف الكارثه مع بعض. والله بجد وانا لسه ايه مخلصه تنظيف والدنيا. بصوا بصوا اللي حصل، يعني بجد مش عارفه اقول ايه، حرفيا مش عارفه اقول ايه. شايفين المنظر؟ شايفين يا جماعه؟ يعني كل حاجه بصوا كده، بصوا كده كل حاجه بقت تراب. شايفين المنظر؟ شايفين الجزمه؟ والكمان الكروسات بره اتعكت اسمنت، بقت كلها اسمنت. انا مش عارفه اعمل ايه يعني، حرفيا انا مش عارفه اعمل ايه. تعالوا كده بصوا معايا. يعني انا بجد الراجل يعني اللي هو يعني صاحب البرج اللي احنا قاعدين فيه، هو قرر النهارده يعمل اللي هي العتبه بتاعه الاسانسير. يعني بقالنا قد كده، انا داخله على سنه ناقلين هنا تمام، والشقه اصلا بتاعتنا ملك يعني مش ايجار ولا حاجه. فهو قرر بقى بينه وبين نفسه كده ان هو يعمل عتبه الاسانسير النهارده. وانا بقى لسه منضفه يوم الخميس ومسحه الشقه امبارح كلها. انا مش عايزه اقول لكم، شايفين المنظر؟ يعني بجد انا الصبح
يعني احنا سمعنا الصوت، محدش قال لنا يعني. حتى طب قولوا لنا عشان نشيل الحاجة اللي قدام باب الشقة والشوزات، والعيال عندهم دروس ووراهم حاجات شايفين؟ شايفين بجد يا جماعة التراب؟ شايفين؟ انا بجد والله انا مش عارفة. احنا شو انا سمعنا الصوت وسمعنا صوت التكسير، طلعنا نجري، لقينا الناس قاعدين بيكسروا في المنظر اللي انتوا شفتوه ده. ولا حد بقى جاب لنا سيرة ولا قال لنا مثلا شيلوا الحاجة بتاعتكم ولا اي حاجة. احنا لقينا يعني احنا طالعين نجري من جوه، لقينا دخانة رهيبة مالية الصالة. انا مش عارفة اعمل ايه والله بجد، والله بجد انا مش عارفة اعمل ايه. انا شايفة الصالون كله تراب، يعني انا حاسة كده والله العظيم بيطلع تراب. فطبعا كل ده عايز يتنفض، كل ده عايز يتنفض، وكل حاجة عايزة تتعمل تاني. كل حاجة جه عليها تراب. بصوا كده، بصوا التراب، بصوا التراب. انا يعني مش عارفة اعمل ايه والله. حاسة ان الدنيا كلها من التراب. انا كنت اصلا انا عندي حساسية، انا قايله لكم. و شايفين التراب اهو باين على صوابعي اهو، شايفين؟ كل حاجة غير التراب والله بجد. انا مش عارفة يعني، لو كانوا قالوا كنت جبت ملايات قديمة وغطيت العفش. معقول يعني؟ انا مش عارفة في ايه. قلة ذوق متناهية حرفيا والله، قلة ذوق. انا شايفاها قلة ذوق. يعني مش معقول كده. كنت غطيت حتى العفش، انتوا فاهمين قصدي؟ فانا مش عارفة والله. وانا عندي اصلا حساسية، بقيت عمالة كح. انا هقول ايه؟ هقول ايه يا ربي؟ والله هقول ايه يا ربي؟ يعني الواحد قال خلاص الحمد لله الربيع دخل والعاصفة خلصت والحمد لله، ونضفنا وعملت وشلت السجاد. انا شايلة السجاد كله من الارض، وما سبتش الا السجادتين دول، وهم شكلهم هيتشالوا هم كمان. كل سجاد الشقة متشال. قلت هغسله بقى واشيله خالص ونقضي الصيف كده، الجو حر اصلا وملوش لازمة بقى والله انا حاسة ان الستارة كل حاجة، كل حاجة عليها تراب، كل حاجة عايزة تتنفض وتتعمل. والصالون انا شايفة التراب عليه، يمكن هو ما يبانش ليكوا عشان هو لونه فاتح، بس انا شايفة التراب عليه. يعني انا مش عارفة والله بجد. انا شايفة التراب كان والله العظيم مالي السقف. دخل علينا تراب رهيب. ماسكين البتاع اللي هي اسمها ايه، اللي هو الصاروخ ده، وعملوا بالمنظر ده. ف تعالوا شوف بقى هعمل ايه معاكم. معايا يا جماعة، تعالوا معايا دلوقتي. ايه، هحط الغسيل في الغسالة علشان يعني اخلص منه شوية، وبعدين اطلع اشوف انا هعمل ايه. اكيد طبعا هنفض بقى واكنس واحدة واحدة طبعا. وبجد يعني حاجة غريبة قوي بصراحة، والله العظيم مش عارفين نقول ايه بصراحة. هنقول ايه غير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شغلت حاجة بسيطة كده، دورة صغيرة. انا كل ده فاكرة ان انا بصور وانا ما بصور لكوش. يلا مش مشكلة. حطيت بس حاجة بسيطة مسحوق كده، حبة صغيرين، هي هدوم سمرة يعني، فمش هحط ايه كتير. وشغلت دورة صغيرة خالص. تعالوا بقى يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. طبعا انتوا شفتوا اللي حصل في المقطع اللي انا صورته لكم. بجد كنت متضايقه جدا، بس قلت اطلع اغير جو معاكم يعني واصور وكده. ف بجد مش عارفه يعني اعمل ايه، بس هنضف يعني. هعمل ايه؟ هنضف. فانا طبعا كنت بقول لكم ان انا منضفه الشقه خميس وجمعه. فطبعا انا نشره الفوط بتاعه التنظيف كلها، هطلع بقى اجيبها وابدا كده واحده واحده انضف الصالون والسفره بره. هنفض طبعا الكراسي كلها وهنفض الدنيا كلها، وبعد كده اعمل بالمكنسه، وبعد كده امسح بقى الحتت اللي باينه.
لانه بجد احنا مش عارفين نمشي من التراب بيزحلقنا في الارض، وانا اصلا شايله السجاد زي ما قلت لكم. فتعالوا يلا بينا بقى نشوف انا هعمل ايه. بصوا اهو الفوط زي ما قلت لكم، كل المشايات والدواسات، المشايات الصغيره اللي بتدخل الغساله كنت نشراها غسلاها، وكل الفوط اهو يعني، والفوط بتاعه التنفيض كل حاجه كنت غسلاهم، لان طبعا تنظيف يومين. فهعمل ايه؟ هلمهم دلوقتي واجي بقى معاكم نروح الصاله ننظف مع بعض. بس ممكن ما افتحش البلكونه، يعني انا هنضف كده اللي حاصل بره بس، مش هدخل البلكونه. فيلا بينا. لميت الغسيل يا جماعه، وقلت انشر بقى شويه الغسيل الاول في الطراوه كده وفي الشمس الحلوه دي، والجو كده حلو بدل ما انشره بالليل. وبعد كده بقى هطلع ايه الصاله. فتعالوا يلا بينا بقى. ايه رايكم في الجو كده؟ الجو النهارده تحفه بصراحه، يعني الجو النهارده روعه، حلو قوي. الشمس طالعه كده وفي هوا. بحب انا بقى الربيع، يعني بحب قوي 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 الربيع، يعني مش عارفه عشان مولوده فيه بقى ولا ايه، بس بعشق حاجه اسمها ربيع بصراحه. بعشق الجو ده جدا. بس طبعا ما عدا بقى التراب، يعني ما عدا التراب والرياح الخمسين دي بقى والنبي، خلاص كفايه كده. لكن بعد كده بقى بعشق الربيع بصراحه. فتعالوا يلا بقى انشر شويه الغسيل. تعالوا يلا. بس وجيت هنا بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، قلت ايه انشر بقى الغسيل ده واحدة واحدة كده قبل ما اروح اعمل في الصالة يعني. والله كان الفيديو اللي المفروض ده، يعني اللي كان المفروض اعمله ان انا اصور معاكم بقى اوضة العيال، واعمل لكم ريفيو عنها وعن اللي هو الأوضة يعني عموما، عشان طبعا الدريسنج اللي احنا اخدناه، الجزء اللي خدناه من الصالة وعملناه دريسنج وكده، بس ما فيش نصيب يعني. مش عايزة اقول لكم، يعني مش عارفة ايه ده. فيلا الحمد لله. انا مش عارفة بجد، بس هبدأ يعني هنضف واحدة واحدة. هنعمل ايه بجد؟ حاجة صعبة قوي يعني، انا مش فاهمة. طيب عرفوا الناس، قولوا للناس الاحترام على فكرة حلو، ان الناس تحترم بعضها، دي حاجة جميلة قوي، حاجة حلوة قوي يعني. ومش يعني مش حاجة وحشة. انما ان كل يعني بالمنظر ده، لا ده حاجة بشعة سيئة بصراحة. عدم احترام بعض دي حاجة مش كويسة يعني. الاحترام جميل ومطلوب، لان يعني لو الناس احترمت بعضها، كل واحد احترم التاني، الدنيا هتبقى جميلة قوي، هتبقى الدنيا حلوة قوي قوي. لو احترمنا كل حاجة، احترمنا الكبير واحترمنا كمان الصغير. مش معنى ان هو صغير فلا بقى ان انا اصل انت صغير فانا ما احترمكش، لا. الناس تحترم بعضها، الاحترام ده جميل جدا وحاجة كويسة، وحاجة بتدل على الأدب والأخلاق والدين. فيلا الحمد لله. بس وفي طبعا أسئلة كتير يا جماعة أنا اتسألتها على الفيديوهات اللي فاتت. إن شاء الله أعمل فيديو يعني أرد فيه على الأسئلة. انت عندك كام بنت؟ انت جايبة السفرة والصالون منين؟ ان شاء الله اعمل لكم فيديو اسئلة واجوبة يعني، واعمل يعني اعرفكم على نفسي اكتر باذن الله. بس وزي ما انتم شايفين بقى نشرت شوية الغسيل، وجيت هنا انفض في الصالون، اديله بقى كام تنفيضة كده. عشان ايه اللي حصل فيه؟ والله بجد يعني الواحد زعلان جدا. و... وطبعا الحادثة اللي حصلت دي يعني برضو الواحد ما قدرش ان هو ما يتكلمش فيها. وبصراحة كانت حاجة صعبة، حاجة صعبة قوي. خلوا بالكم من نفسكم يا جماعة، ما تاخدوش بالمظاهر في كل حاجة. زي ما قلت لكم في الفيديو يعني، دوروا على الراجل الصح المحترم المتربي. دي اهم حاجة. لو هو متربي في بيته
هيبقى حاجة تانية قوي مع زوجته واولاده يعني. مش عايزين بقى نتكلم في الموضوع تاني، نشوف حاجة تانية بقى نتكلم فيها. انا نفضت كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، في كل حاجة حتى الستارة هنا بقى كنت بعمل بالراحة جدا علشان الستارة ما تتبهدلش بس ولا تقع ولا اي حاجة. بس طبعا انا مسرعة الفيديو فبينا لكم ان انا بعملها جامد يعني، لا بس هي مش بعملها جامد ولا حاجة. وزي ما انتم شايفين كده امرنا لله، نستحمل بقى نستحمل كل حاجة. والله انا بكلمكم دلوقتي هم جم الصبح اشتغلوا تاني، فانا اصلا مش عارفة اعمل ايه يعني. حرفيا انا مش عارفة، ما عدتش ملاحقة بجد يعني. هو الواحد هيعمل اكل وشرب ولا هينظف ولا هيعمل ايه؟ فاحنا لينا الله والله، لنا الله والله. ربنا يعيننا جميعا على اللي احنا فيه و... ويقوينا إيه... ويهدي الناس والله، ويهدي الخلق ويهدي الناس جميعا يعني. حاجة بجد مش عارفة، مش ما كانش يعني، لو كان قال مش هيتضر في حاجة، مفيش حاجة هتضر والله، بل بالعكس يعني. كان هيدل على ان هو انسان متربي محترم و... ويعني ايه، وان هو ما بيأذيش غيره، انما دي فيها اذية للغير. انتوا فاهمين قصدي؟ اللي بيأذي غيره ده يعني ما هوش هيعدي كده يعني، مش هيعدي من ربنا كده. أذية الناس دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا يعني، مش هتعدي منها كده بالساهل. فيلا الحمد لله، الواحد ياما شاف والله يا جماعة، ياما شاف من أذية يعني. انا لدرجة والله احكي لكم على حاجة حصلت لي انا، لدرجة ان انا يعني في حد ما اعرفش، ما اعرفوش اصلا، دجال، او انا مش هقول عليه شيخ، دجال، مش هقول عليه اكتر من كده. اتصل بيا يعني لقيت التليفون بتاعي بيرن في يوم كده وانا قاعدة، ان هو في واحدة عاملة لك اعمال او بتعمل لك يعني، وان انا مش هعمل لك تاني. يعني انا مش ما فهمتش طبعا هو بيقول ايه ولا يقصد ايه ولا عايز ايه. ف فاللي عايز يعمل يعمل يعني. حاجة غريبة قوي بصراحة. ما فهمتش هو عايز ايه. وطبعا قعدت اسأله طب هي مين، طب اسمها ايه، طب انا مين اصلا؟ ما انت لو بتعمل يعني، لو انت بتعمل لي او هي بتعمل عندك حاجة، ما انت اكيد عارف اسمي. مش عارفة ده نصب ولا ده ايه، بس هو يعني توقعت ان هو يطلب فلوس مثلا. هو ما طلبش اي حاجة بصراحة. فمش عارفة ده ايه، ده كان حقيقي ولا واحد كده متصل وخلاص. ما انا مش فاهمة يعني. انا قلت يمكن نصاب، بس متوقعت مثلا ان هو ايه، هيقول لي طب هاتي كذا او ابعتي لي كذا مثلا علشان ما اعملكيش اعمال. فلقيته ما قالش كده، ما قالش كده خالص. فاستغربت بصراحة يعني، استغربت بصراحة. ومين دول اصلا مش عارفة. فالأذية موجودة في كل حاجة، في أذية. فاللي عايز يأذي حد هيأذيه يعني. بس طبعا كل حاجة بأمر ربنا يعني. ربنا هو اللي بيقرر. ربنا هو اللي بيقول مين يعني، زي ما ربنا ذكر كده في القرآن في سورة البقرة يعني. فعادي ادينا بنشوف من الأذية كتير. يلا الحمد لله. زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا مسكت حتة حتة عملتها. الوحدة اللي تحت الشاشة، ترابيزة الصالون، السفرة والبوفيه، كل حاجة اتلمعت بالبليدج. ومش عايزة اقول لكم انها متطربة تاني دلوقتي، لان هم اشتغلوا تاني النهاردة. فحاجة بجد صعبة قوي يعني. المراية اصلا انا ما حطيتش عليها اي حاجة خالص ومسحتها بس كده. الفوطة دي ما كانتش مبلولة يعني، ما عليهاش ولا جلانس ولا حاجة، لان اللون الذهبي ده لما بيتحط عليه اي جلانس او بليدج او كده بيطلع بيصدي، بيعمل صدى. فيستحسن اي حاجة مدهبة ما تتعملش لا بجلانس ولا بليدج ولا اي حاجة. بس ومسحت كمان الشجرة دي، كان عليها تراب ببشاعة
بصراحة. الحاجة يعني اللي لاحظت ان هي اللي في وش الباب هي اللي كانت متطربة اكتر حاجة. طبعا دي في وش باب الشقة فاتطربت. فمسحت بقى كله زي ما انتم شايفين كده. يمكن التراب ما كانش باين قوي، بس لا كان فيه تراب كتير. لا ده باب الشقة بقى، ده اللي حكاية. باب الشقة حكاية ورواية. التراب كان عليه كوام، حرفيا كوام. ده بقى يا جماعة ده سبوع كان جاي لنا من جيراننا اللي كنا في المنطقة اللي قبل دي، يعني قبل ما ننقل هنا. كانوا جايبين لنا جيراننا على طول، اللي جنبنا على طول لازقين فينا، اللي بيتهم لازق في البيت بتاعنا يعني، في المنطقة القديمة اللي احنا كنا ساكنين فيها. كانوا عاملين سبوع ابنهم، فكانوا عاملين المباخر دي وكاتبين على كل مبخرة سيف، اسمه سيف. ربنا يا رب يطرح فيه البركة يا رب ويخليه لهم يا رب. فعجبتني قوي المباخر دي، فكرة حلوة على فكرة. يعني حلو ان انت لما تيجي تعمل سبوع تعملوا حاجة الناس تستفاد منها، فاهمين قصدي؟ يعني دي حاجة كويسة بصراحة. فعجبتني قوي المبخرة دي. هما 2 وكان في ايه تاني، وكان في مصحفين صغيرين جدا مدهبين كده، لونهم ذهبي. اخدت واحد حطيته في شنطتي، بس جميل قوي، هبقى اوريهولكم بقى في مرة. عجبوني قوي المصاحف. بنتي اخدت واحد وانا اخدت واحد، والمبخرتين. وكانوا عاملين ايه تاني، كانوا عاملين حاجات كتير. شايفين الباب يا جماعة؟ الباب يعني حالته والله تصعب على الكافر. شايفين التراب، اكوام حرفيا على باب الشقة. فيعني مش عارفة بصراحة. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بس وزي ما انتم شايفين اهو، لمعت بقى الباب كويس جدا. مسكته بقى، بقيت احط الفوطة كده في الحاجات اللي جوه دي، عند المفاتيح. حتى المكان بتاع المفتاح اتملى تراب. يعني حاجة بجد قرف والله. كل حاجة اتملت تراب. وتاني اشتغلوا النهاردة تاني، يعني مش عارفة. شايفين يا جماعة التراب عامل ازاي؟ لا هنا ده اللي كانت، لا 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 لا، هنا كان حاجة صعبة قوي. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو يا ريت يا جماعة تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واشتركوا يا جماعة في القناة وفرحوني كده ودعموني وشيروا القناة وحطوا لي اللايك عشان الفيديو يترفع. وما تكونوش كده، ما تبخلوش عليا كده يعني. وقولوا لي بتحبوا الفيديوهات اللي هي فيها بتبقى متنوعة، يعني طبخ مثلا وتنظيف، ولا بتحبوا الفيديوهات اللي هي ايه؟ انا بقى عامله لكم النهارده، انا كنت بغسل السجاد، صورت كده حاجات بسيطه اللي قدرت اصوره. فان شاء الله بقى لما اخلص خالص هبقى انزل لكم الفيديو ده باذن الله. بس قولوا لي بقى، اكتبوا لي في التعليقات بتحبوا اي فيديوهات اللي هي المتنوعه. وكمان اسالوني في التعليقات. اكتبوا لي في التعليقات بقى اي اسئله انتوا عايزين تسالوها لي، علشان اعمل لكم الفيديو اللي هو سؤال وجواب. يعني اسألوني، يعني انا في شوية اسئلة كده اخدتها يعني من التعليقات. برضو اللي حابب يسألني على اي حاجة اسألني عادي. وزي ما انتم شايفين كده بقى ايه، مسحنا قدام باب الشقة. طبعا اللي هو مش حاجة يعني مسح قوي، بس يعني احسن برضو ايه من مفيش. على فكرة انا كنت حاطة يا جماعة نجيلة هنا قدام باب الشقة بس شلتها، مش عارفة. حسيت انه كده احسن، يعني حسيت ان كده السيراميك احسن، يعني لما نمسح كل يوم احسن ولا ايه؟ انتوا رأيكم ايه؟ لان انا كنت حطاها يا دوب بعملها بالمكنسة بس كده اول ما نقلنا يعني، وبعدين شلتها. مش عارفة، زهقت بصراحة منها. انا مسحت بقى هنا كده زي ما انتم شايفين قدام باب الشقة ورحت بقى عشان اغير المية، لان المية كانت حرفيا طين. وافتكرت ان انا ما عملتش بقى باب الشقة ده من جوه، فمسكته برضو قبل ما امسح الحتة اللي هي عنده دي والجزئية دي. قلت بقى ايه، امسحه من جوه الاول.
بس وزي ما انتوا شايفين كده مسحت الجزء ده كده. انتوا مش متخيلين ان التراب يومها دخل لحد المطبخ والله العظيم، يعني حاجة غلب السنين والله. طبعا المية دي نضيفة يا جماعة، يعني انا غيرتها. بس ومسحت هنا بقى الجزئية دي زي ما انتوا شايفين كده، وايه وخلصنا كده الصالة. بس زي ما انتوا شايفين كده هو كان يوم مرهق وتعب بصراحة، وكمان انا صدري تعبان فتعبت اكتر طبعا من الدخان. بس ما كانش ينفع نسيبها كده خالص، ده حتى بندق القط كان والله العظيم كان بيقع يا جماعة، يعني لو جه يمشي كان بيتزحلق. بس وزي ما انتوا شايفين كده بقى كله بقى تمام وزي الفل، وخلصنا وخلينا كله تمام التمام زي ما انتوا شايفين كده قدام باب الشقة الصالون والسفرة. النظافة حلوة يا جماعة والله. يلا قوموا تشجعوا كده انتوا كمان وروقوا الدنيا. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بتتابعوني منين، واكتبوا لي كده تعليق حلو زيكم. وشكرا جزيلا لكل المتابعين الجداد، مش عارفه اشكركم ازاي وانتوا على راسي من فوق من كل انحاء العالم. وتعالوا شوفوا معايا البيكاتا. هنا كنت قايله لكم ان انا لو عوزت هزودها لبن، بس لا قلت لا هزودها ميه سخنه من الكتل، مفيش اي مشكله خالص. وفكيتها زي ما انتوا شايفين كده، مفيش مشكله، يعني يا تفكيها بميه يا تفكيها بلبن، مفيش مشكله خالص، عادي الاتنين شغالين يعني. ولا اثرت حتى في الملح بتاعها، يعني مفيش اي تأثير خالص، الملح بتاعها كان مظبوط برضو. بس هي ده شيء طبيعي ان بتجمد بعد شويه ما دام احنا ما اكلناش على طول، فاهمين قصدي؟ بس انا كده فكيتها اهو معاكم زي ما انتوا شايفين كده. انا ببعد بس حتت الفراخ عشان اعرف يعني اقلبها كويس، ده اللي انا قلته لكم يعني. بس هي ده الطبيعي بتاع ان هي لو اتثابت بتجمد عادي. فيستحسن انتوا تعملوها يعني مش تعملوها في وقتها، يعني لما تيجوا بقى تحطوا اللبن والحاجات دي والكريمة، يعني تكونوا انتوا هتتغدوا على طول، فاهمين قصدي؟ لكن انا طبعا كان ورايا اللي انتوا عارفينه ده فما عرفتش بقى. وبس وده كان غداء يا جماعة، بحطه كده في طبق واحد. واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.